راتب 700 مليون يورو. بامبي يتخذ قراره النهائي بشأن انتقاله للهلال السعودي. ترقب الجميع قرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى فريق الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من عدمه. بامبي يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 يونيو 2024، حيث دخل في أزمة مع إدارة نادي ناصر الخليفي بعد رفضه التجديد لتقترح المملكة العربية السعودية نقل اللاعب إلى الهلال. وكشفت بعض التقارير الصحفية أن المهاجم الفرنسي رحب بالانتقال إلى الزعيم لمدة موسم رياضي واحد فقط، وذلك على أن يذهب بعدها إلى ريال مدريد الإسباني مجانا وبالتحديد في صيف 2024. لكن الإعلامي الرياضي الفرنسي أندرياس أونروبا نفى كل هذه التقارير، معلنا رفض كيليان مبابي مناقشة حتى فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. وكتب أونروبيا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر رفض فريق مبابي أي نوع من المفاوضات مع وفد الهلال الذي سافر إلى العاصمة الفرنسية بإذن من باريس سان جيرمان للتحدث مباشرة مع اللاعب. وكانت أشارت التقارير الصحفية إلى أن صفقة مبابي للهلال السعودي إن تمت ستصل إلى مليار يورو، وسيتقاعد اللاعب يوميا مليوني يورو. وأوضحت التقارير أن الهلال كان اتفق مع باريس سان جيرمان على دفع 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ووافق النادي الفرنسي على عرض الهلال لإقناع اللاعب. وكشفت تقارير أن تجهيز الهلال ل 700 مليون يورو كراتب لكيليان مبابي خلال تواجده في الفريق. جدير بالذكر أن مبابي البالغ من العمر 24 سنة انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من نادي موناكو الفرنسي، حيث شارك منذ ذلك الوقت في 260 مباراة رسمية، سجل خلالها 212 هدفا وصنع 98 آخرون. فجرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية مفاجأة مدوية بعدما كشفت عن تفاصيل راتب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان. وأوضحت الصحيفة أن مبابي يحصل على 630 مليون يورو على 3 مواسم.